السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم كيكه ديال الجزر، كتجي لذيذه بزاف بالكراميل، كتجي رائعه وسهله وتحضروها للضيوف ديالكم او لوليداتكم، كتجي منعشه. نخليكم على المقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. عندي هنا المكونات، عندي 6 البيضات، نص كاس الزيت، وعندي نص كاس ديال السكر، علبه ديال دانون، 3 ملاعق ديال الكوفيتير، المربى ديال المشمش، عندي 100 غرام ديال الزبيب، وعندي جوج الجزرات محكوكين، 300 غرام ديال الدقيق. غادي نطرب الكل وغادي نخلي المكونات مكتوبه في صندوق الوصف. عندي هنايا السكر والبيض، غادي نطربهم. غادي نبدا نطرب 6 دقائق ونوقف. كنضيف هنايا الفاني، وعندي هنايا جوج القشور ديال الليمون، ونص كاس الزيت. انا هنايا حكيت ليمونه كبيره، واذا كانت صغيره كتعملوا جوج محكوكين، يعني جوج الملاعق ديال الليمون. صافي هنا كنضيف الياغورت دانون ديال البنان او ديال الفاني، فحال فحال. كنضيف هنايا جوج ديال الملاعق كبار ديال مربى المشمش. ديك المربى كتعطي واحد التعليكه في الكيكه، كتجي مزيونه بزاف. صافي هنا كنطرب مزيان، غير كيندمج ديك العناصر الكل. صافي هنا كنضيف جوج الجزرات محكوكين بالحكاكه رقيقه. الجزرات الصغار انا عملت، واذا كانت كبيره كتعملوا غير وحده. صافي كنضيف هنايا 100 غرام ديال الزبيب، انا هنا عملت غير الزبيب صافي. بغيتو تعملوا حتى القرقاع الجوز كيواتي الكيكه ديال الجزر، انا هنا اكتفيت غير بالزبيب فقط. عندي هنا ملعقه صغيره ديال القرفه، عندي 300 غرام ديال الدقيق، وجوج الاكياس الخميره حلويات 14 غرام المجموع. صافي هنا كنخلط ديك الدقيق مع الخميره. صافي هنا كنجيب واحد المول ديال الكيك، اي مول عندكم. هنا كنكون دهنته بشويه الزيت والدقيق. صافي وكنكب الخليط ديالنا. كيكون عندي هنا الفران مسخن من قبل على 170 درجه. صافي وكنخليها طيب من تحت ومن الفوق حتى كتحمر لي الكيكه، وكنحيدها. كديري واحد 35 دقيقه او حتى 40 دقيقه على حسب الفرن اللي عندكم. صافي هنا بعد ما طابت كنقلبها على الطبسيل. هنا نخليها تبرد وغادي ندوزو الكريمه، نحضروا الكريمه. عندي هنا نص لتر ديال الحليب، عندي هنا جوج ملاعق ديال السكر، جوج ملاعق ديال النشا، جوج ديال الفلون بالنكهات الفاني، واحد الكيس ديال الفاني. السكر دائما كيبقى حسب الرغبه، انا هنا ضفت جوج ملاعق فقط. صافي هنا كنضيف واحد ملعقه ديال الكابوتشينو او الملعقه ديال نيسكافي اللي عندكم، انا هذا كان عندي متوفر وضفته. صافي هنا كنخلط مزيان فوق البوطه حتى حتى كيغلي ديك الخليط. كنضيفو هنا في واحد الطاسه، وكنضيف عليه جوج العلب ديال دانيت الكراميل. صافي وكنبدا نخلط ديك دانيت مع ديك الكريمه. هاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف مع هاد الكراميل، كتجي لذيذه. صافي هنا كنصفيها، واذا كان بقى شويه ديال المايزينا او ديال السكر ومايزينا او الفلون، صافي كنبقى نصفيها هيدا. صافي كنجي هنا المول كندهنو بشويه الزيت، وكنضيف عليه الكريمه، وكنضيف عليه الكيكه. تكون الكريمه باقي
يعني باقي ما تجمدتش، غير كتضيفوا الكريمه تكون سخونه وكتضيفوا عليها الكيكه باش كتلصق ديك الكريمه على الكيكه. هنايا كنمسح ديك الاطراف اللي تهرقت فيها الكريمه. صافي كنجيب انا السلوفان وكنغطيها وندخلها للثلاجه. انا هنايا خليتها ليله كامله، عملتها بالليل حتى الغد ديالها عاد تناولتها. صافي كنخليوها في المجمد حتى كتبرد مزيان. صافي هنايا كنقلبها بعد ما حيدتها من المجمد، بقى فيها ديك الثلج غادي. صافي كنبقى نضغط مزيان، كتبقاو يعني تدقوا شتيتو عليها من الفوق باش كتنزل لكم بسهوله. هنايا كنضيف شويه ديال الكراميل، زينتها بالكراميل كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى الوصفه تجربوها. بسلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.